لو لسه مش عارف البنك الإسلامي مختلف عن البنك التجاري في إيه، خليك معايا في الفيديو ده هديلك المفيد. البنوك الإسلامية بتتعامل مع العملاء بتوعها من خلال حاجة اسمها المرابحة والمضاربة. المرابحة يعني لو حضرتك عاوز تشتري عربية، البنك هو اللي بيشتريها باسمه الأول ويمتلكها ويحطها في مخازنه، وبعد كده بيبيعها ليك بالقسط، ممكن برقم أعلى شوية من اللي اشتراها بيه. أما المضاربة يعني البنك دخل مع العميل في مشروع، هيديله فلوس كنوع من المشاركة، وبعد كده يتقاسم معاه الأرباح اللي هتطلع بالاتفاق، بس مش بشكل ثابت. البنك الإسلامي بيدي لعملائه فلوس اسمها قرض حسن، يعني بدون فوائد، ما عندوش حاجة اسمها ائتمان، أرباحه غير معروفة يعني مش ثابتة، بيتاجر مع عملائه بالسلع والخدمات مش بالفلوس. مش بيحسب عليك عمولة تأخير في حالة تأخيرك عن السداد، بالعكس ده بيديك مهلة تسدد فيها عادي. الجهات الرقابية عليه بتكون البنك المركزي المصري ومجلس الرقابة الشرعية. يلا لو عارفين أول بنك إسلامي مين أنشأه إمتى اكتبوا لي في الكومنتات. بس يا سيدي، ودي كانت الخلاصة مع أبو اليزيد.